السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، لابد ان انت تكون عارفه كمهندس مدني، او انت مقاول، او انت حد رايح يشيل شغل استكمال. يا جماعة، لما انا بنيجي ناخد شغل استكمال تاني، سواء الشغل ده شغل انشاءات، سواء بنية تحتية، شغل احلال، شغل انفرا، اي شغل بناخده استكمال، لابد بنعمل حاجة اسمها الفي او. وده سؤال يجي من ضمن احد اسئلة الانترفيو. تبقى قاعد مع حد صاحب شركة مقاولات مخضرة، يقول لك يا باشمهندس هو ايه الفي او ده؟ او يقولها لك بصيغة تانية، يقول لك يا باشمهندس هو انا لو واخد شغل استكمال من شركة قبلي او من هيئة قبلي، الشغل ده كانت الشركة اللي قبلي منفذة منه جزء، وانا هخش اعمل استكمال لتشطيب الشغل ده او لاستكمال الاعمال دي، هنعمل ايه؟ هتقول يا هندسة هنعمل في او مع استشاري المالك، واستشاري المالك يعتمدوا من المالك واعتمدوا من الاستشاري ومن المالك. هنضرب مثال بسيط على الكلام ده. لو انا معايا عمارة خلصانة او مبنى معين خلصان فيه اعمال الخوازيق واعمال الهامات، وطبعا اللبشة المسلحة عادية ومسلحة، وخلصان فيه الهيكل الخرساني، وخلصان فيه بعض التشطيبات زي مثلا مباني والبياض وجزء من الدهانات، هنقول مثلا تأسيس الدهانات. يبقى انا هنيجي نعمل ايه؟ انا داخل كشركة مقاولات واخده الشغل ده استكمال. اول حاجة هنعمل حصر معتمد بالاعمال، او هنرفع اسبلت للاعمال دي على ارض الواقع. هقدم طلب في او للاستشاري، وهننزل باستشاري اللي هو بما ينوب عن مالك المشروع، او لو ما فيش استشاري هناخد مالك المشروع. انت يا عم الحاج جايبني انا اكملك الشغل ده، وفي جزء منه جاهز والجزء التاني مش جاهز، يبقى كل بند عندي هننزل يا هندسة عليه، وهنحصر البند ده وهنرفع له اسبلت بالكميات الموجودة والكميات الناقصة. طب انا خدت المالك ونزلت، او خدت الاستشاري ونزلت، كل جزء في المباني مثلا عندي المبنى 4 شقق، لقيت منهم 3 شقق خلصانين وشقة معمول فيها بنسبة 20%، يبقى أنا عندي 3 شقق و20% من آخر جزء أو من آخر شقة، يبقى أنا كده ليا 80% من آخر شقة في بند مباني. طب أنا هل ال 80% الشغل ده كان متسلم، ولا انا هسلمه لبند، هسلم اللي اعمل ال 20% في الشقه دي وبعدين نسلم انا الشغل؟ طبعا ده بيكون ليه حساب، وبيكون ليه حساب بتمضي عليه الاستشاري، وبتاخد فلوسه او فلوسه بتنضاف لك كجزء اضافي على المستخلص بتاعك، سواء هي بقى اتفقت مع الاستشاري هتاخد طلوت، هتاخدها كميات حصر ولكن يعلي لك الامطار في السعر مثلا، سواء ده مباني او بياض. تعالى بقى على بند زي النقاش، لقيت الشركه اللي كانت قبلي مؤسسه مثلا وسحبه لي سكينتين معجون، وانا هخش اسحب السكينه الثالثه وهعمل بطانه وهدي وش اول وش تاني واكمل الشغل واسلمه. طبعا عمر اللي اسس ما هيكون زي اللي شطب، او زي اللي قفل وشطب وخلص شغله. طب تسليم الشغل الاولاني ده على مين؟ مضروع على مين؟ عندي بند زي بند مثلا الكهرباء، لقيت الشركه برضه مقفله بند الكهرباء، ومؤسسه عندك مؤسس علب ومؤسس مواسير وساحب شدادات، ولكن ما سلمش مثلا الشدادات. طب انا جاي اشيل الشغل هعمل له استكمال، يبقى انا برضه هنرفع اسبلت كل حاجه من دي وهي واصله لغايه مرحله ايه ومتسلمه او متسلمه مع الاستشاري او الملك لغايه المرحله اللي هي، وهبدا اشوف. جيت اشتغل لقيت عطلات، يبقى خطوه
بخطوه بنعمل في او بكل يوميه او كل مقطعيه وبمضي عليها الاستشاري. يبقى مهمه الفي او عشان نلخص الفيديو، الفي او ده ما هو غير ان هو جواب او خطاب من الاستشاري بتمضيه عليه وبيعتمدوا عشان خاطر انت كمقاول جديد داخل تعمل استكمال للشغلانه حقك ما يروحش وتيجي ساحه المستخلص لا يا هندسه انا كمياتي مفتوحه قد كده وعندي كميات وفلوس في او بقد كده ومعتمده من الاستشاري اللي انت يا مالك موكله نيابه عنك، كده انت بتضمن فلوسك. دي كانت معلومه عن لو انت عايز تاخد شغل استكمال او انت مهندس اتسالت السؤال ده في اي انترفيو، يجي يقول لك ايه هو الانترفيو الفي او هندسه، او يقول لك ازاي اضمن حقي لو انا داخل على شغل استكمال. تمام، دي كانت معلومه النهارده او مناقشه النهارده في الفيديو ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناه عشان الكل يستفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.